السلام عليكم. لكل بداية نهاية، فأحسنوا صنع البداية لتنعموا بالنهاية. قالوا سيادنا الأولين: سير بوحدك واجي بوحدك. شفتي الصاحب ما يجي منه غير ما يقلقك، هو هز من جهتك وملي يشوفك يبوسك ويعنقك. اليوم جيت غنشارك معكم قصة فاطمة الزهراء وصاحبتها هند. قصة زوينة بزاف 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 وفيها عبرة. ما غاديش نطول عليكم وغندخل معكم نيشان في القصة، ولكن قبل ما نبدا فضلا وليس امرا ضغط معك على زر اعجاب، بارطاجي القصة، واللي كيتصنت اليوم مازال ما اشترك معايا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. مرحبا بالناس جداد، شرفتوا القناة ونورتوها. معكم شيماء من قناة جلسة مع شيماء قصص وعبر. الناس القدام نتوما هما اللي الدار، نتوما هما اللي القناه، ما تحتاجوش ترحيب، نتوما رحبوا معايا بالناس اللي انضموا لينا جداد. غادي نقولوا بسم الله توكلنا على الله وغادي ندخلوا نيشان في القصه ديالتنا اليوم. غادي نفرانيو كالعاده وغادي نرجع بكم اللور وغادي نمشيو للماضي. غادي نمشيو للوالدين ديال فاطمه الزهراء. الوالدين ديال فاطمه الزهراء، الاب والام ديالها كانوا مزوجين على قصه حب، وكانوا كيبغيو بعضياتهم، داك الحب الصادق، ولكن ما رزقهمش الله بالوليدات. داز العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس. الو خاصنا ندخلو في الطب. دار التدخل ديال الطبيب، مشاو كيقلبوا كيديروا فحوصات كيديروا، ما يمكنش ليهم يولدوا، الراجل عنده مشاكل. فقال للزوجه ديالته: الا كنتي باغا تولدي انا مستعد انني نطلقك وسيري عيشي حياتك وتزوجي ولدي، انا هادشي اللي قسم عليا الله. قالت له: ابدا ما نخليكش، واللي كتبوا الله عليك كتبوا عليا، صافي خلينا نعيشوا هكا كيما بغى الله، ومع الوقت يعني ما تعرف ربي اش يدير. بقاو هكاك عايشين واحد المده، بداو كيحسوا بواحد الفراغ. فالراجل قال لمرتو: عندي واحد الفكره الا تقبليها. قالت له: مرحبا. قال لي: ربي وبنيته اولا وليد اللي جاب الله. المراه قالت له: انا ما كرهتش بنيه. قال لها: نمشيو نقلبوا. مشاو كيشوفوا دوك المراكز ديال الاطفال المتخلى عنهم، بقاو كيدوروا كيقلبوا حتى لقاو واحد البنيته عندها تقريبا واحد 3 شهور 4 شهور. هذيك البنيته كانت جابتها امها كانت عازبه، حطاتها ومشات في حالها. صافي داروا الاجراءات اللازمه، راكم عارفين كدير الدعوه. مهم خداو ديك البنيته، خداوها وكتبوها في سميتهم، ما داروش التبني. ماشي داروا يعني التكفل، داروا التبني، تبناوها وداروها في سميتهم. صافي وقالوا العائله، يعني داروا السبوع وكل شيء، وقالوا العائله: عمر شي حد ما يقول بان هاد البنت راه حنا مربينها، هذه بنتنا. بغاو ديك البنيته وسموها فاطمه الزهراء، وعاشت معاهم في الفشوش وفي الخنات. يا ربي فاطمه الزهراء غير تقول بغيت، يا ويل شي حد ويخنزر في فاطمه الزهراء، يا ويل شي حد ويغوت على فاطمه الزهراء. الا شي حد مشاو لعنده والبنت كانت تنفشه وضاصره، الا مشاو عند شي حد وقال لهم مثلا غير البنت شويه باسله وغير زيروا معاه ولا هذا، كانت الام ديال فاطمه الزهراء كتقلق وتقدر تقطع داك الناس. عطاتها واحد الحب كبير، والاب حتى هو، ولات ديك البنت هي الضو ديال عينيهم، غير فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء. مشات الايام وجات الايام ومشات الشهور وجات الشهور ومشات السنين وجات السنين، وفاطمه الزهراء الفشوش والخنات كبرات في واحد الفشوش عجيب وغريب، لدرجه انه ولات كتقلل الحياه على امها. يعني ما غنقولوش كتخسر الهضره او لا، ولكن كدور في امها شي دورات خايبين قدام الناس، وتقدر تقول لامها: بعدي مني، ماشي شغلك فيا، اعزكم الله. تقدر تقول لامها: تفو عليك. والام: صافي بنيتي ماشي مشكل، الدنيا هانيه. وحتى الاب كيقول للمراه: واغي سعفي معاها مسكينه، هي اللي عندنا. البنت طغات بزاف ودصرات بزاف. المهم ديما يعني العائله كيدابزوا مع الوالدين ديال فاطمه الزهراء، كيقول لهم: ربيوها، راه غتوحلوا فيها، وما نحن راه والدينهم من كشنا وكيكلوا العصا، العصا كتربي. علموهم ما تزيروش وما ترخفوش، ماشي لهاد الدرجه اول الناس جالسين كتقول لكم تفو عليكم ولا تغوت عليكم وتخبط البيبان عليكم. عطيها واحد النتفه، دير لها كتقول لهم المراه: لا خليوها لي، يخليوها بنيتي وماشي مشكل، وانا ميمتها، ولا ما تفشتش عليا على من غتفشش. المهم لدرجه ان ام فاطمه الزهراء قطعت العلاقه مع شحال من واحد في العائله بسبب فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء طلعت لليسي، وصلت للباك، عايشه غير هي والام. الراجل مني شاف راسو انه ما كيولدش وعنده غير ديك البنيه، كانت عندهم لابارتمون، غير ما جاه قال لمرتو: شوفي انا غنكتب لك هاد الدار. هو في الاول كان يكتبها لفاطمه الزهراء، ولكن واحد السيد قال له: شوف عمرنا ما كنكتبوا الاولاد، يا والدينهم يا متبنينهم يا كيما بغاو يكونوا، ما تكتبش لبنتك، راه البنت صيت لها الريح، تقدر تتعرف على شي واحد يبغي يتزوج بها، تكركبك انت والمراه مع الباب.
بغيتي تكتب خايف على يعني على الورث ان تموت مثلا، الله يحفظ الاعمار بيد الله، ويجيو خوتك يخرجوا المراه، كتب لمرتك. داكشي اللي دار مشى كتب لمرتو، هو راه كان في الاول غيكتب لفاطمه الزهراء. صافي كتب لمرتو قال لها شوفي ما عرفنا شكون السابق، المهم انا يعني انا عارف يعني دابا انا ما يمكنش نولد، ما غنولدش، لا الله اعلم الا مت راه يجيو خوتي راه يخرجوك. اصلا خوتو ما كانوش كيحملوا فاطمه الزهراء لانها كانت قليله الترابي، قليله الادب. مهم ما علينا. من مور ما كتب لها الدار غادي دوز، شوفوا سبحان الله، غادي دوز 4 شهور الراجل غادي يتوفى بواحد الحادثه سير. جاب الله الدار مكتبها لمرتو، مسجله محفظه ورقتها في الامان. مهم هو ما قالش العائله بان كتب لمرتو، وفعلا داكشي اللي وقع نهار اللي مات، حيت الدار كانت زوينه وكبيره وفي حيراقي. غادي يجيو خوتو فعلا غادي يبغيو يقسموا مع المراه الورث، وغادي تجي حتى مو غتقول ليها الورث ما الورث، غتقول لها ما عندكم ما كتسالوش على الطرف خبزه، الدار في سميتي، لا الدار في سميت ولدنا، لا في سميتي، لا ما في سميتي، جيبي الوراق مزورين. شافوا الوراق مشاو داروا محامي، جا المحامي شاف دوك الوراق قال لهم المراه حتى حاجه ما عندها مزوره، مسائلها قانونيه وداكشي مسجل محفظ، داكشي قانوني. السيده داكشي الدار ديالتها ما عندكم ما تسالوا كلشي في سميتها. ايوا هنا غادي تنوض الحيحه، وغادي يجيو عمام الويس خوت الراجل يعني الويس المراه، وغادي تنوض الحيحه في الدار. غادي تجي فاطمه الزهراء تقول لهم تغوتوش على ما، يقول لها ماشي امك، وسيري عينا ما نسكتولك يا قليله الترابي يا الملقطه، وسيري قلبي على تريكتك شكون. فاطمه الزهراء كتشوف فيهم كتقول لهم اش هاد الهضره كتقول، وقال لها سيري قلبي على باك شكون امك شكون هادو راه ما تيولدوا، وسيري نصبتو على خويا وديتو له رزقو كليتو له رزقو غير في الخروج وفي الاصفار، كليتو لخويا رزقهم هادو عمامها، كليتو لخويا رزقو ضحكتو على خويا، هادي غير كتخرج فيه غير كتسافر كاع رزقو كليتوه له في الاخر ديتو له الدار، سيري الله ياخذ فيك الحق حرمتينا من الورد اللي حل الله. مهم نهار التروينه فاطمه الزهراء ملي سمعت ديك الهضره ما نكذبش عليكم، السيده قالت لامها قولي لي شنو هادشي تيقولوا. الام بقات غير ساكته، قولي ليش هاد الهضره قالوا، قولي ليش هاد الهضره قالوا. مشات لعند جدها اللي هي متباها، قالت لها واش بصح بابا الله يرحمه ماشي با، قولي لي الحقيقه. جدها حتى هي قلبها عامر عليها، قالت لها ماشي باك، هو ما تيولدش ولدي انا ما تيولدش، ورا جابوك غير من الخيريه الفلانيه، ورا انت ماشي بنتهم، وسيري لاله عطيني اتساع بقى يجي لعندي كليتو لولدي رزقو ودرتو ليه. المهم حتى الجده خرجت فاطمه الزهراء طول وعرض، جات فاطمه الزهراء حيحات على امها، كتهرس في المواعن كتهرس كدقدق كتغوت، قولي لي شكون انا، قولي لي شكون ولدي. الام تتبكي، احنا جبناك من الخيريه الفلانيه، جابتك واحد السيده ام عازبه ما عرفناش هي شكون هي، مهم بغاش تعطي معلومات صحيحه. فاطمه الزهراء لان كانت ديك الساعه في سن المراهقه، بغات تنتحر، بغات تقتل راسها، بغات ما عرفت شنو دير. المهم عياو الناس ما يهضروا معاها، عياو زعما كتدخل عائله الام، جيران، الام مسكينه كتبكي، ولات المراه بحال شي حمقى، هذيك الام ولات بحال شي حمقى. المهم دازت المده ولات فاطمه الزهراء كتلعب بديك الام كي بغات. هنا فاطمه الزهراء غدا تسقط في هذاك الباك، غدا تسقط فيه، سقطت العام الاول، سقطت العام الثاني، العام الثالث طردوها لباب الحباب. جات امها قالت لها ندير لك بنيتي اللي بغيتي، ندير لك شي مدرسه، ندير لك شي تكوين اللي بغيتي نديرو لك. قالت لها ما ديري لي ما ندير لك. فاطمه الزهراء تعرفت على واحد البنت اللي هي هند. هذيك هند كانت عايشه مع باها ومرات باها، وكانت مرات باها مدوزه عليها العذاب الاليم الشديد. امها كانت مسامحه فيها، مجوجه مطلقه من باها، مجوجه بشي راجل اخر، كتقول لها ما تجيش لعندي، يعني تلاقاو بجوج بيهم شبعانين عقد، شبعانين امراض نفسيه. المهم بداو كيخرجوا بجوج بيهم، تصاحبوا مزيان. فاطمه الزهراء كدل الام ديالها اللي رباتها، كتمرمد بها الارض، كتقول انت ماشي امي، ما تهضريش معايا، ما تحكميش فيا، انا غندير، انا نقتل راسي، المراه مسكينه خايفه عليها، الا بنيتي عندك ديريها، الا بنيتي عافاك، الا ملي قالت نقتل راسي قولها سيري الله يعاونك، انت باغا تموتي كافره وانا مالي، سيري اختي الله يعاونك، مالا انا قصرت معاك، انا ما قصرتش معاك، انا درت معاك قدام الله الواجب، مين انت اختي باغا تموتي كافره الله يعاونك، وشوفي واش غتقدر تقتل راسها ولا لا. اللي كاين التحرر كيقتل راسو راه ما تيقولش، هذاك النوع غير تيهدد. تصاحبات مع ديك البنت هند، ولات هي وياها الخروج، اش كيديروا، كتقول لها يلا نعيشوا الحياه. هذيك هند كانت فيها واحد البليه، تصيد في طريق الطوموبيلات، اللي كتبان شي طوموبيل زوينه، المهم صايقه دري كبير راجل شارف، زعما الدري باقي جون راجل شارف سوقهاش، خصها تطلع عندها البليه، كانت بليه الله يعفو عليها والله يعفو على بنيه المسلمين. المهم اي واحد فيه البليه الله يعفو عليه، فيها البليه خصها غير الفلوس. كنت كتمشي بدات كتجر معاها فاطمه الزهراء، بدات كتقول لها نخرجوا نعيشوا الحياه، يلا نساو الهموم. بدات شويه بشويه شويه بشويه بدات تبلي فاطمه الزهراء، بلاتها بالكارو. اول حاجه الام بدات كتشم فاطمه الزهراء ريحه الكارو، كتقول لها
فيك ريحه الكارو بنتي كتنوض ثاني كدير ديك الخلعه زعما كتهيب على امها ديك التهديد، حيت عارفه الام خايفه من البنت، خايفه انها تمشي ليها. دابا الام بينات نقطه الضعف والبنت شدات الام من ديك نقطه الضعف. والله ما تلقاني نهز حوايجي، والله ما تلقاني هنا، والله تنقتل راسي ولا تنتحر. الام صافي عرفات بنتها غادا في الهاوي، ولكن ما عندها ما دير، كتبغي ديك البنت كتحماق عليها، كتقول لك بنتي واللي مربي فعلا اكثر من اللي والد. بقات البنت مع ديك مصاحبه مع ديك هند، ولاو معروفين هند وفاطمه الزهراء، كيخرجوا يمشيو مع الطوموبيلات، ولاو كيمشيو كيجلسوا في القهاوي د الشيشه، ولاو معروفين. البنت ديما محيحه على امها اكثر من العزريك، وكان قالت لك عندي عزري ما يديرش داكشي اللي دارت فاطمه الزهراء. المهم ولات كتجي عندها ديك هند للدار، كتخرجها قدام امها، ولاو كيسهروا كيمشيو كيسهروا كيتعرفوا على الدراري. المهم بدات كتبلاه فاطمه الزهراء، بدات بالكارو، شويه ولات الحشيش، شويه ولات الشراب. هي وديك صاحبتها كيخرجوا ديما كيدبروا ما في الرجال، كيمشيو كيقصروا معاهم يضحكوا معاهم. وكانت هذيك هند مسكينه كانت ديجا نضحك على شي واحد، كان لا بغاها حتى شي واحد تمشي تبات كتمشي تبات، ولكن فاطمه الزهراء لا. مشات الايام وجات الايام، وديك الام مسكينه يبسات بالفقصه، غير كتبكي، وكل شيء كيقول لها انت اللي بغيتي، وانت اللي دسرتيها، وانت اللي بغيتي توصلي راسك لهاد الحاله، وانت اللي وصلتي ديك البنت لديك الحاله، راكي غتحاسبي عليها، راه سحبك الفشوش هو التربيه، راه في راسك، راه الوليدات يقدروا يجروك للجنه ويقدروا يجروك لجهنم، حيت انت الا ما ربيتيش وخليتي دوك الولاد خرجوا خاسرين، راه انت اللي مسؤوله، انت اللي ما ربيتيش، انت اللي بقيتي هاك 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 الافراط في العطاء. يعني حتى وصلتي البنت لديك الحاله، فكان كلشي كيلومها. من بعد صافي السيده اللي فيها كفاءه ما بقاتش باغا تسمع ان انسان يلومها، انا ما بقاتش كتشكي، جالسه غير في الدار وكترد لقلبها، كترد لقلبها. ولات اش كدير؟ مصاحبه مع الزربيه الصلاه والتسبيح والقران، الناس ناعسين وهي بايته فايقه، منها كتسنى بنتها حتى تدخل، لانه ولات كتدخل حتى 3 الصباح 4 الصباح، كتجي بعد مرات سكرانه، ومنها كتصلي وكتبكي وكتطلب الله انه يهدي ديك البنت ويبعد عليها اصدقاء السوء. مشات الايام وجات الايام، والبنت في ديك الحاله نقول لكم تقريبا شي 4 سنين. المهم عيات المراه، حتى لواحد النهار هذيك هند غتعرف على واحد خينا، وهذاك خينا كانت كتمشي معاه وكلشي. وكيف قلت لكم هند كانت مبليه كما بلات فاطمه الزهراء، ولكن هي كانت مبليه بزاف، كدير جميع انواع الموبقات، كدير الكارو، كدير الحشيش، كدير داك الكينات المخدرات، كدير القرقوبي، كدير داك ليكستا، كدير اي حاجه طيح لكم في البال. السيده كتشرب بزاف مبليه، كتقول كان عندي مشاكل وباغا نساهم، انا مرات با قتلاتني، انا مرات با دارت ليا، مرات با. المهم كيف قلت لكم بداو كيخرجوا مع واحد خينا، طاحوا على واحد خينا، واحد الشارف. هذاك الشارف كان تيقول لهم انا قصروا معايا وجلسوا معايا وانا نجيب لكم اللي بغيتو. فكانوش كيديروا؟ كيجلسوا معاه شويه في واحد البواط ولا بار، كيجلسوا كيشطحوا كيضحكوا كياكلوا، من بعد كيقول لهم يلاه تمشيو معايا للدار. كانوا كيمشيو معاه لواحد الدار ديالته. هو شنو المتعه ديالو؟ غير يجلسوا حداه وينوضوا يشطحوا ليه ويعاودوا له النكات، ما تيقيسهم ما والو، ويعطيهم يدور معاهم ويجيب لهم جميع انواع المخدرات. هذيك فاطمه الزهراء كانت فعلا كدير الكارو، كدير الحشيش، الشراب، ولكن الشيء الاخر ما كانتش كديرو. هذيك هند كانت كدير كلشي. واحد الليله المشؤومه عرض عليهم هذاك السيد، داهم عشاهم في واحد البلاصه، كان ديك البلاصه فيها الجوق، الحيحه، الشراب، مهم دوزوا فرصه نيت، دوزوا واحد الوقيته اللي يحيحوا فيها. هذاك الراجل ما تيقدرش بزاف على الصداع، ملي وصلت واحد الوقيته الليل قال لهم يلاه نكملوا السهره في الدار ورانا عندي كل شيء. قالوا له يلاه زيد. مشاو معاه للدار. ملي مشاو معاه للدار جايب داك الحشيش وداك المهم الغبره. هذيك هند بدات كتشم فرحات بداك، لان عرفتي واحد لا كونتيتي حتى كبيره. فاطمه الزهراء لا، فاطمه الزهراء كانت شي شويه قافزه حاضيه صواريها، كتقول هي ماشي خايفه منه، كتقول مشي يجيب شي صاحبو يتكرفس عليه. فاطمه الزهراء كانت باقا بنت، مشي دخل شي صاحبو، المهم نكون على بال، كتشرب ديك كاس جوج باش ما تسكرش، وكتبقى تكمي غير الكارو تاع الحشيش ما كتحشش باش ما يرخيهاش. صاحبتها دارت بحال شي ملهوط نهار العيد، شافت داكشي وبدات هاك بالك هاك بالك هاك بالك هاك بالك هاك بالك، حتى واحد الساعه البنت رجعات على عين قفاها وترخات. كيهضروا معاها مرخايه، كيقول لها ترخات خليها تنعس خليها تنعس. بقات فاطمه الزهراء جالسه كتهضر هي وياه، هضر 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 هضر، داروها في المكانه لقاو 5 الصباح. قال لهم ما عندكم فين تمشيو دابا،
انتوما هاد الدار نوضوا دخلوا، راه البيوت تدخلوا شي بيت سدوا عليكم الصباح فيقوا دوشوا فطروا سيروا الله يعاونكم، انا ما باغي منكم حتى شي حاجه. فعلا هزوا ديك مسكينه ديك البنت هند هكاك مجرجره وما عند بالهم راه غير دايخه، دخلوها لداك البيت، جبدوها غطاوها، قالت له عافاك هاد البيت فيه الساروت هادي فاطمه الزهراء؟ قال لها خدات الساروت دخلت سدات عليها من الداخل، حطات ساكها ساك صاحبتها، شدات حتى هي السداري جبدات عليه نعسات. مسكينه كتعيط الليل كامل وهي كتعيط لها، كتجاوبش فاطمه الزهراء. داك الام كانت غتحمق داك الليله، ما ضربتهم الفيقه حتى 4 العشيه ديال، يعني حتى 5 الصباح، يعني كملوا النعاس حتى شي 4 ديال العشيه. فاقت فاطمه الزهراء، حلات الباب، ما لقاتش هذاك السيد، لقاتو المهم حاط لهم الفلوس فوق الطبله وهذا. مهم صافي ناضت غسلات وجهها، بقشات الدار هكا كتقلب، غسلات وجهها، قادات، طرفات، لبسات حويجاتها، جمعات صاكا، مشات كتفيق في صاحبتها، كتفيق في صاحبتها، كتفيق في صاحبتها، كتفيق في صاحبتها. السيده لونها الزرق، ما كتهضر ما كتكلم، النفس ما كتطلع ما كتهبط، بدات كتعيط لداك السيد ما تيجاوبهاش، كتعيط ليه التليفون طافي التليفون طافي التليفون طافي. هبطات في العماره بان لها العساس، قالت له خويا عفاك تطلع تعاوني، قال لها اختيك لاباس، قالت له راه صاحبتي اللي كانت معايا خويا راه جيت نفيقها ما بغاش تفيق. العساس خاف، قال لها اختي انا ما ندخلش، ما بغاش تفيقيك لاباس واش دابزتو؟ قالت له لا ما دابزنا ما والو. قال لها اختي انا ما ندخل، سير اختي ما بغاش عيطي اختي، قال لها لومبيلونس عيطي للبوليس شغلك هذاك. قالت له السيد الفلان الفلاني، قال لها اختي هذاك الدار غير كيكريها مفرشه، هذيك الدار تيكريها دائما. قال لها اختي وراه مني خرج قال لي ميسالوا البنات خود ما عندهم الساروت وديه للسمسار. قال لها اختي انا كنعرف السمسار، هاد الدار كتكرم فرشه، هاد السيد كيشدها بزاف، يا قليل فين كيجي لها شي حد لان شويه زايده في الثمن، هاد السيد اللي كيجي بزاف. طلعت السيده كتفيق في صاحبتها والو، كتشوف صاحبتها كتقلب على دقات القلب في يديها ما كاينش. هبطات ثاني عند داك العساس كتبكي كتغوت، انا عتقني اخويا انا مزوقه فيك عتقني، ما بغاش تفيق صاحبتي ما بغاش تفيق. جا العساس طلع دخل، بقى غير من البعيد، قال لها عري لا وجهها، شاف فيها غير من البعيد هكا شافها، قال لها هادي راه ميته وشبعانه موت. دازت السيده كتغوت كتغوت، دار داك العساس خرج مع كانت الساروت لاصق في الباب، حيد الساروت خرج وسد عليها من برا ويعيط للبوليس. جاو البوليس في البلاصه حضروا، جاو دخلوا، جات الوقايه المدنيه، راكم عارفين لومبيلونس، دخلوا البوليس داو بعدا فاطمه الزهراء. العساس قالوا له شكون اللي كيكري هاد الدار؟ قال لهم السمسار الفلاني. مشى العساس، المهم داوهم ديك الساعه باش يستوجبوهم، العساس السمسار اللي كيكري الدار فاطمه الزهراء، مشاو تيقلبوا على داك السيد. المهم هي هذيك السيده مداوها ميته، هذيك هند ميته، ميته اوفردوز، يعني ما قاتلها حد ما ضربها حد، ميته اوفردوز. وهذيك فاطمه الزهراء تشدات لان كانت معاها، وتما لقاو المخدرات ولقاو يعني الفساد. المهم السيده تشدات، جات الام ديالها، البنت بقات تما مشدوده، من بعد دوزوها على وكيل الملك، تحكمات بواحد الفتره ديال الحبس اللي ماشي هي بزاف لان الفساد وشحال من حاجه، داك المخدرات داكشي لقاو عندهم. المهم ضربات بواحد الفتره ديال دوزات الحبس. هذيك الوقيته اللي كانت هي في الحبس فاطمه الزهراء، البنت بحال اللي تفلاشات في عقلها، ما كتهضر ما كتكلم ما والو. ديك الفتره كلها اللي كانت في الحبس السيده غير كتصلي وجالسه شاده ركينه في داك الحبس، ما كتهضر مع حتى شي واحد. كتخرج للزياره ملي كتجي امها تطلع عليها كتبقى تبكي 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 وتقول لامها سمحي لي سمحي لي امي، وراه هادشي اللي طرا هو سبب التوبه. دوزت هذيك الفتره اللي كان خاصها دوز ديال الحبس. المهم خرجت، ملي خرجت السيده من الحبس قالت لامها امي بغيت نمشي للحمام. داتها مسكينه امها للحمام، شدت لها الطيابه كسلاتها غسلات ليها وسالات، جات السيده للدار. المهم كتصلي، قالت لها امها تبارك الله بنيتي وليتي كتصلي؟ قالت لا كنت كنصلي في الحبس. مي ولات كتبغي تخرج السيده كتقاد حجاب فوق راسها، طلبات السماحه من الام ديالها اللي رباتها طبعا، قالت لها انت هي امي وسمحي لي، وهذا الشيء اللي طرا ليا امي بحال اللي فيقني من القلبه، انا كنت في واحد الحاله د الصدمه وما نويتش انني غنوصل لهذا المواصل، وانا امي كنت غادا في الهاويه، وهذا الشيء اللي طرا الله بغى يرجعني للطريق، والحمد لله انا رجعت للطريق. السيده ما كتخرج من الدار ما والو، حدها مشات لعند العائله دمها، طلات عليهم، طلبت منهم السماحه كلهم، اي واحد قالت لهم زعما درت له شي حاجه تسببت له في شي حاجه كنطلب منه السماحه. عائله بوها ما مشاتش لعندهم لان كانت لها امها بلا ما تمشي يا بنتي راه كاينش داروا لنا وما باغينش يشوفوك، صافي غير خليك الله يعطيك الستر. صافي
مشات لديك الخيريه اللي كانوا جابوها منها، بدات كتقلب على زعما شكون الام ديالها، شكون هادي شكون هادي. ما عطاوهاش شي معلومات لان داكشي داز عليه سنين. وشي كيقول لها لا ما عطاتناش الام ديالك الاسم ديالها، شويه لا حكا ما بقاوش حكا تلفوا لينا الدواسه، شي لا تحرقوا لنا الدواسه. المهم ما عرفاتش شي معلومه. صافي في الاخر رجعت وحمدت الله وشكراتو. بقات فاطمه الزهراء جالسه غير في الدار كتصلي وكتبكي وكتطلب الله انه يسمح ليها ويغفر ليها على داكشي اللي كانت كدير، لان بقات راه تقريبا سنين. وهي راني عاودت لكم شي 4 سنين 3 سنين هما هكاك كانوا كينصبوا على الرجال ويديروا الموبقات والسكر والخمر يعني الناس كيباتوا ناعسين ولا كيباتوا كيصليو وهما كيباتوا سكرانين. الله يستر مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا. يعني حياه الليل ما تبغيها حتى شي واحد. كانت هذيك سبب العفو ديال فاطمه الزهراء. بقات هكاك ملي خرجت من الحبس، بقات تقريبا شي عام ونص وهي غير في الدار. حتى لواحد النهار قالت لها امها انت يا بنتي فاطمه الزهراء ديري شي صنعه، ديري كان حداهم واحد النادي، ديري يا بنتي شي حاجه نمشيو لذاك النادي نسولو. قالت لها يلا هامين نسولو. مشاو لذاك النادي سولو، كانوا كيديروا الطبخ. كان الطبخ، كان الفصل والخياطه، كانت الحلاقه، كان هادشي ديال الطرز التنبات. هي بغات الطبخ، دخلات كتعلم داكشي ديال الحلويات. من موراها تعلمت داكشي ديال الطياب البساطه وهذا. بقات جالسه في الدار كتقول لامها انت ماما لا بغات زعما شي صاحبتك هكا في العيد ملي كيقرب الحلوه وداكشي ندير ليها. بدات امها بداتها ضحك مع صحاباتها. فعلا تبارك الله السيده عطاها ربي في ديك الموهبه دار لها البركه. بدات في الاول بصحابات امها كتصاوب وكتبيع صحابات امها. شويه بداو الناس بصح اللي داق ديك الحلوه مثلا عند الناس شكون من عند فلانه، بداو الناس كيطلبوا ليها. قالت لامها انت تعاوني معايا نشريو فران كبير ونبدا نصاوبوا نبيع. داكشي اللي دارت، شرات لها امها فران كبير، شرات لها الطاوات. وبدات تبارك الله فاطمه الزهراء كتشد من عند الناس، كتشد شويه ولا عليها بصح الطلب. مشات كرات واحد الكراج، عاوناتها امها في كلشي. كرات الكراج، دارت الفرارن بالرخصه بكلشي. قالت لامها ندير كلشي قانوني. ولات تبارك الله الناس كيطلبوا ليها. جابت واحد الجبنات كيعاونوها. دوك الجبنات كانوا كيقراو معاها في داك النادي، ولكن مساكن كانت حالتهم ضعيفه، يعني ما يمكنش لهم يديروا مشاريع ديالهم. فقالت لهم جيو تعاونوا معايا ونديروا زعما الفلوس، نعطيكم واحد النسبه من الفلوس اللي كناخذ. فعلا دوك الجبنات بلاو كيعاونوها. والسيده غير الصلاه والدين وخدمتها اللي عطاها الله فيها سبحان الله واحد البركه. دارت من موراها عمره. من مور ديك العمره مني جات غادي يخطبها واحد السيد اللي كان كيجي لعائله امها. كان شي حاجه بعيده في عائله امها، واش ولد بنت خالت امها. مهم ريحه الشحمه في الشاقور. شافها في شي مناسبه جا خطبها، تزوجت به. قالت له عندي شرط واحد، هو انني نبقاو ساكن مع ماما لانها بوحدها ما نقدرش نخليها. قال لها مرحبا. بقات ساكنه مع امها هي وراجلها. الراجل كيعاون في المصروف، كان خدام كيعاون في المصروف. لما الام فرحانه كتقول لهم انا غنولدوا وانا نربي لكم. داكشي اللي كان ساكن معاها. ولدت 2 بنيتات، الام شداهم كتربيهم. وهي فاطمه الزهراء خدامه ما كتحكش راسها، ما كتحبش من لي كوموند. وتبارك الله غدا ربي وكيسهل عليها، غادي ربي وكيسهل عليها. حتى ولات معروفه في ديك المدينه، ولات معروفه في ديك المنطقه. ولاو كيجيو عندها الناس منين ولين. وكبرات البلاصه اللي كانت خدامه فيها، ولا في عاود 2 بنات ولاو عندها 4 و6 ديال البنات. وتبارك الله منين مشات في الحلال ربي سهل عليها. كانت هذه القصه ديالتنا اليوم ديال فاطمه الزهراء، اللي كان الموت ديال صاحبتها هند هو سبب التوبه والهدايه ديالتها. هي كانت فعلا ضحيه ديال الصدمات اللي تلقات، ضحيه انها راه ماشي سهل تعرف ان والديك اللي كبرتي معاهم ماشي والديك، فغتبقى تالف شكون انا شكون والديا. غتبقى تالف. داكشي علاش الام حتى ملي كانت باغا تزوجها كانت كتقول لها بنتي نحاولوا ما نخرجوش على نطاق العائله، لان حنا ما كنعرفوش امك شكون هي. ربما الله اعلم تكون تزوجات تلاقي بشي واحد يكون خوك ولا هذا. فيعني في العائله ملي جا خطبه كتسمع العائله يعني حنا مطمئنين ومرتاحين. داكشي اللي كان صافي. بقات عايشه بخير وعلى خير. وكانت هذه القصه ديالنا اليوم. كنتمنى انها تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، تبارطاجيو القصه. اللي كيتصنت ليا ومازال ما اشترك معايا اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وانا هنا غنقول لكم بسلامه عليكم. كانت معكم شيماء من قناه جلسه مع شيماء قصص وعبر.